هاي، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنسترجع مع بعض اخر مرة اشتريت فيها لبس من نون. طبعا لما بشتري حاجات من نون انا بشتري ميك اب وبشتري كل الحاجات اللي هي بتبقى اصلا اوريدي معروفة، لكن انا عمري ما جربت اي لبس من نون غير مرة واحدة بس. وطبعا يعني عايزاكم تسترجعوا انا ايه اللي حصل فيا المرة اللي فاتت. ماما ما تشوفهاش. فانا عايزاكم بقى بعد ما تشوفوا الفيديو للاخر وتشوفوا انا قد ايه جبت حاجات كتيرة قوي، يعني شوفوا تقولي لي بقى هو انا فعلا مش بحرم ولا شاطره ان انت جربتي حاجات منه. يلا بينا يا جماعه نبدا باول حاجه تكون في مصداقيه واوريكم الحاجات اللي انا جبتها من نون. اول حاجه انا لابساها عامه، بصوا يا جماعه، بصوا انا عايزه اوريكم اصلا على الصوره ايه وفي الحقيقه ايه. بصوا الكواليتي حلوه قوي بجد، شكلها تحفه. يعني انا فعلا كنت بغامر وانا بشتري حاجه زي دي، مش متاكده اذا كانت هي فعلا حاجه اصليه. الكواليتي شكلها ايه. ميزه في نون ان هم اثناء بقى العروض، عيد الام، اي نوع من الاعياد، فبالتالي ان هم بيرخصوا سعر الحاجه مثلا من 3000 بيخلوها سعر كويس قوي. فعلشان كده دايما انا بستغل نون وبشتري الحاجات دي. تعالوا بقى نشوف تاني حاجه انا جبتها منه، وهي دي بجد تحفه. الخامه حلوه قوي بالنسبه، يعني هنا طريه وهنا شويه ناشفه عشان تدي هنا الفوليوم بتاع الكم، فبجد حلو قوي. يلا بينا نشوف. بصوا يا جماعه الحلاوه. تعالوا يلا بينا نشوف تالت حاجه انا جبتها. دي بقى انا جبتها تالت حاجه. بصوا بصراحه انا بحب التفاصيل الكم دي، فيعني طبعا هتستغربوا ان كل الحاجات اللي انا جايباها الكم ده، عشان فعلا هي بالنسبه لي بيرفكت يعني. تعالوا بينا نشوف رابع حاجه انا جبتها. الفيديو ده يا جماعه برعايه اكمام بطوط. فعلا الصيف ده مميز بالنسبه لي ان انا بشتري كل اللبس بالكم ده، لان هو انا بالنسبه لي بيرفكت. طالع موضه حلوه قوي، لايق كمان عليا علشان يمكن عشان رفيعه قوي، فانا كان بالنسبه لي مش بحب ان انا يبان شكلي ده رفيع، فده بالنسبه لي حل المشكله دي. طبعا هوريكم كل الحاجات دي صورتها ازاي. تعالوا بينا لخامس بلوزه انا جبتها والاخيره. يلا بينا. بصوا تفاصيل حلوه قوي. بصراحه بجد ما عجبنيش اصلا اللون ده، لان انا اصلا مش بحب اللون ده. انا بحب الالوان الصريحه اكتر، اللي هو الابيض الاسود يعني الوان صريحه. لكن انا بالنسبه لي اللون ده مايع، فانا كنتش متخيله ان هي تكون اصلا حلوه. فانا كنت طالباها على اساس يعني ان انا اجربها، ولو ما عجبتنيش انا بالنسبه لي سهل ان انا ارجعها. ودي كانت اخر حاجه انا جبتها. طبعا هتسالوني هل انت جبتي حاجه ورجعتيها عشان نبقى مثلا عارفين ان الحاجه دي مش هتكون كويسه؟ اقول لكم انا جبت حاجه ما عجبتنيش قوي بالنسبه لي، بس ما رجعتهاش علشان هي كانت مناسبه لاختي الصغيره. تعالوا اوريكم ايه الحاجه اللي انا جبتها. هي دي بجد حلوه قوي يعني، بس انا كلون بشرتي مش بيليق على الالوان دي. يعني انا بحب اكتر الالوان الغوامق، عشان كده دايما تلاقوني بالوان غامقه اكتر. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه احسن حاجه عجبتكم. عايزه اعرف رايكم في الحاجات اللي انا جبتها، هل ان انا لسه محرمتش ولا كويس ان انا اشتريت حاجات من نون تاني. يلا اشوفكم الفيديو الجاي. باي.